كنت سامع صوتي وما رضيتش تعمل بيه. كم من مره؟ كم من مره اصلا انا ما سمعتش صوت ربنا. حاجات كتيره جدا بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. بس الحقيقه ربنا اكتر واحد بيتكلم، والمشكله عندنا ربنا ما بيبطلش كلام طول ال 24 ساعه. بيكلمني عن طريق الكتاب المقدس، بيكلمني عن طريق صلوات الليتورجيه، بيكلمني عن طريق الروح القدس الساكن جوايا، بيكلمني عن طريق الظروف المحيطه بيا. كل دي طرق مختلفه ربنا بيكلمني عنها. مره ربنا كلم الانبا بولا وهو رايح كده متخانق مع اخوه على الورث وعلى الميراث، وقال له يلا بينا نروح للحاكم. وهم رايحين للحاكم ربنا كلم الانبا بولا ساعتها عن طريق الظروف المحيطه. شاف مره جنازه واحد من اغنى اغنياء اسكندريه داخل يدفن، فالانبا بولا فهم، قال خلاص انا كده مش واخد حاجه من الدنيا ديت، انا كمان مش عايز حاجه من اخويا، وساب وقعد 70 سنه لم يرى انسان بسبب ان هو ربنا كلمه وهو سمع. طب خلينا نتكلم كده في دقيقتين ايه اللي بيخليني ما اعرفش اسمع صوت ربنا في حياتي. اول حاجه المشغوليه الزايده. المشغوليه الزايده بتخليني ما اعرفش اسمع صوت ربنا ابدا في حياتي. انا مشغول دايما بامور دنيويه، مشغول بشغلي، مشغول بكرامتي، مشغول بالذات، مشغول باي حاجه ثانيه. بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بكلم حضراتكم. المشغوليه بالذات والكرامه تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. مره بولس الرسول كده قال وعظه جامده جدا لواحد اسمه فيليكس الوالي. يقول لك بولس الرسول قعد يكلمه في اعمال الرسل 21، قعد يكلمه عن الدينونه وان المسيح هيجي ولو ما امناش كلنا هنطلع في البحيره ونتاخد نار وقابين. يقول لك ايه؟ فيليكس ارتعب. حلو، كمل بقى. قال لك لا كان مشغول. قال طب بص انا ما عنديش وقت دلوقتي، روح وارجع كده وكمان شويه لما افضى هجيبك تكمل الوعظه بتاعتك. عمل ايه؟ ما جابوش تاني وانشغل، وفيليكس في الاخر قال بسبب المشغوليه الزياده. مرسى ومريم. مرسى كانت طول الوقت عماله تشتغل، مع انها بتشتغل حاجات مش وحشه، يعني بتوظف في البيت، بتطبخ، بتعمل الكلام ده، انما مريم قاعده تحت رجلين المسيح. ربنا قال لها ايه يا مرسى؟ انت تطلبين من اجل امور كثيره، انما الحاجه الى ايه؟ واحد. مريم اختارت النصيب الصالح لانها سابت كل حاجه وقعدت تحت رجلين المسيح عماله تتنفس. كل الامور المشغوليه ديت نحط في دماغنا المشغوليه ما بتخلينيش اعرف اسمع صوت ربنا. تاني حاجه تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا المشوره الخاطئه. احنا عايزين نعرف المشوره الصح، نروح للكتاب المقدس، نروح لاب اعترافي، اروح للصلوات الليتورجيه، اروح لارشاد الروح القدس. ولكن احيانا المشوره الخاطئه بتخليني ما اعرفش اسمع صوت ربنا. كلنا عارفين رحبعام دوت اكتر مثال للمشوره الخاطئه. رحبعام مسك كان ابن سليمان ده كان حكيم جدا. بعد ما مات رحبعام ده ابنه مسك مكانه. فجم بقى قالوا الناس الكبيره، قالوا له بص ابوك كان شديد شويه علينا، حاول يعني خفيف شويه علينا واحنا هنخدمك طول ايامنا، خلي النيل كده علينا ايه؟ هيمن. رحبعام ساعتها سال الشيوخ، سال الناس الكبيره، قال لهم اعمل ايه؟ قالوا له بص الشعب ده لو انت قلت لهم حاضر وهقلل عليكم الثقل كلهم هيحبوك وهيقعدوا يخدموك طول الوقت. فالفكره دي كانت المشوره الصح. رحبعام بقى راح للاحداث اللي هم في سنه، مشوره خطا. قال لهم ايه رايكم؟ قال لهم اوعى خليك قوي. قال لهم ده انا ابويا قدمكم بالصياد انما انا هقدمكم بالعقاد. ده الصابع بتاعي دوت اضخم من الوسط بتاع ابويا. ده الاحداث بقى الشباب يعني في سنه. فخد بالسام مشورته كويسه وخد قال لهم بقى فعلا ده انا الصابع بتاعي اضخم من الوسط بتاع ابويا ولا انا هزود عليكم ايه؟ الثقه وهزود عليكم ايه؟ ساعتها حصلت اكتر حاجه تاريخيه في تاريخ شعب اليهود كله، كانوا هم 12 سنه. نتيجه المشوره الخاطئه انفصلوا بقوا 10 اسباط في المملكه الشماليه وعاصمتها اسرائيل، والسبطين بس راحوا المملكه الجنوبيه عاصمتها اورشليم. بسبب مشوره خطا انفصلت ال 12 سبط ولغايه دلوقتي مشتتين مش عارفين يرجعوا تاني بسبب مشوره خاطئه. تاني حاجه تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا يقول لي كم من مره كلمتك وما سمعتش. يبقى اول حاجه المشغوليه الزايده مش هتخليني اعرف اسمع صوت ربنا. تاني حاجه المشوره الخاطئه. تالت حاجه بتخليني مش عارف اسمع المشوره صوت ربنا هو عدم التلمذه. انا عايز اسمع صوتي انا جوايا رغبه عايز اسمعها. مهما ابقى اعترافي يقول لي، مهما الكتاب المقدس يقول لي، مهما الروح القدس يرشدني، انا عايز اسمع صوت قلبي. انا مش عارف اخضع، مش عارف اكسر المشيئه بتاعتي. يقول لك كده القلب نجيس وهو اخدع من كل شيء. قلبي يقول لي بص بقى خليك بقى خليك اعمل الموضوع الفلاني، مهما اسمع اقعد ابرر لنفسي، ولكن القلب نجيس. مره كده في اعمال الرسل كان بولس وعصره مسفرينه من مكان لمكان، فكانت الدنيا بقى شتاء وهكذا. فبولس راح قال لقائد الماء خلي بالك الشتاء داخل علينا وده مش احسن وقت ان احنا نمشي في المركب مش هيحصل لها كويس. طيب قائد المياه سمع كده، هو سمع بالمشوره بتاعته؟ لا ما سمعش بالمشوره بتاعته، لانه كان عايز ايه؟ راح سمع للقائد بتاع السفينه دي. قائد السفينه طبعا كل همه عايز يعمل الرحله دهيت ويكسب الفلوس ويرجع يعمل
الرسل قالوا لا استنى لغايه ما الشتاء يخلص وبعدين نسافر. طبعا اول تاني لا مش عايز كده، هو قلبه بيقول له ايه؟ انا عايز اعمل رحله اكسب فلوس وارجع احمل ناس ثانيه واروح واجي بسرعه. كان قلبه اخدع من كل شيء. شوف بيقول لك القلب هو نجيس، هو نجيس مش عايز، انا ما كانش عايز يسمع صوتها. فقال له لا خلاص انا اسمع فعلا صوت الكلاوات صاحب المركبه هو بيتكلم صح، يلا بينا. حصلت ايه؟ المركبه بالكامل اتكسرت. بس وربنا بسبب صلاته وشفاعه بولس انقذ كل الرجال اللي كانوا مع بولس وكل الاسرى. ولكن المركبه اللي هو صاحبها ما كانش عايز يسمع بولس بيقول له خطر فينا ما تروحش دلوقتي لان احنا وقت شتاء. صاحب المركبه بص للفلوس وقال لها مش عايز اخسرها. السفينه بالكامل اتدمرت واتاثرت، ما بقتش فيها ولا قطعه لان ما كانش عايز يسمع لصوت ربنا. كل الحاجات دي بتقول لي اسمع صوت ربنا. يقول لك لو سمعت لصوتي لكان النهر سلام، النهر سلام ولغه بالبحر سلام. يعني شوف لغه البحر اللي هو الامواج، شوف امواج البحر عاليه ازاي، كان هيبقى سلام كده. انما لو ما سمعناش كلمه ربنا يا اما بسبب ان انا بسمع قلبي ورغبتي الشخصيه، يا اما بسبب المشغوليه، يا اما بسبب المشوره الخاطئه. كل الحاجات دي بتخليني مش عارف اسمع حاجه. اخر حاجه بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا الاستعجال. انا مستعجل بطلب طلبه، انا مستعجل. كلنا عارفين ابونا ابراهيم وامنا ساره، ربنا اداله وعد قال له بص ربنا هيديك نسل ومن نسلك ستتبارك جميع الامم. حلو قوي. عدت سنه عدت سنتين ما جاش النسل الاول، وامنا ساره تسكت بس ما سكتتش، مستعجله. قالت له خش على الجاريه وهات نسل من الجاريه واحنا نتبناه. طبعا كون لنا بقى راح لهاجر وجالنا اسماعيل وبقى عندنا كل النسل الثاني من ولاد اسماعيل. بسبب ايه؟ الاستعجال. ما كانش عندي فرصه، مش عايز يقعد، مش عايز يسكت. رابع حاجه واخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، الاستعجال